لو معزوم عند حد وبتفكر تجيب له ربع بن حلو، فتعالى اما اقول لك على الخلطه ديت بجد هتعجبه وهينبهر بيها. اديها ب 100 جرام من البن الاندونيسي، بيناسب كل الناس وبيظبط الوش والقوام بتاع الخلطه. بعدها عشان كريمه القهوه ونسبه المره تكون قليله، خد لها 75 جرام من البن البرازيلي، ما بيزعلش حد البرازيلي ده، راشق في اي حاجه. بعدها ناخد 50 جرام من ملك الريح هو البن الحبشي وهننزل بيهم في قلب الخلطه. بعدها 25 جرام من البن الجيتومالي اللي بيديك نفس التيست بتاع الكولومبي بدون اي نسبه مراره. كده احنا كملنا الربع كيلو، تعالوا نروح نحوجه. 10 جرام من الحبهان بيخلوا ريحه القهوه حلوه. شويه ورد بردك بيخلوا ريحه القهوه حلوه. شويه قرنفل بردك بيخلوا ريحه القهوه حلوه. واحده من جوز الطيب وده اختياري مش اجباري. عودين من الجينسنج وده اجباري مش اختياري، لان احنا في ظروف زي الطين فمحتاج اي حاجه تديك طاقه وبار. قلب ربع الكيلو ده وانزل بيه في مطحنتك. بس قبل ما تطحنه، وانت ما تعرفنيش، انا علاء فوده وبقدم لك محتوى عن القهوه، بعرفك كل خلطات القهوه. فتعال نروح نطحن الربع كيلو ده. هتعبي الربع كيلو في العلبه ديت وتروح تديه لاي حد هديه، حد زعلان منك، حد رايح تفطر عنده، المهم ان هو بجد هينبهر وهيعجبه اول ربع كيلو. ويلا بينا نطحنه.